راح نرتب أعظم لاعبين اللي في العالم من 1 ل10. بنزيما راح نحطه رقم 6، لأنه مو قدم مستويات على كريستيانو رونالدو، أتوقع. رقم 2 يعني ممكن يجي رقم على منه هالاند لساته في بدايته الكروية، راح نحطه رقم 8 لأنه ما لساته صغير. محمد صلاح أتوقع نحطه رقم 5 من أفضل لاعبين كمان في العرب. ليون ميسي خدم كل شيء. نحكي الصراحة، أنا مو مشجع كريستيانو رونالدو ولا ليون ميسي، بس أتوقع اثنيناتهم أفضل لاعبين اللي في العالم. والحين راح نروح لكيفن دي بروين. كيفن دي بروين أتوقع أنه مو ديك درجة وراح الحين كيليان مبابي كمان لساته في بداية الكروية، ما نقدر نقيمه. هاري كين أتوقع أسوأ مسيرة كروية مر عليها، لأنه ما حقق ولا بطولة حرفيا إلا بطولة واحدة الأخيرة اللي حققها. نيمار أتوقع كان جيد مع برشلونة، بس لما راح خلاص. وده ساديو ماني رقم 3 نحطه وما يستاهل أتوقع. فرأيكم بالترتيبة. وكريستيانو رونالدو واليوم ميسي رقم 1 اثنياتهم. لا تشتموني في الكومنتات بليز.